الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فرحان عطية. إن شاء الله هنشرح النهاردة verb to be. عندنا هنا verb to be with singular nouns and plural nouns. الأسماء الجمع والأسماء المفردة. طبعا I am أنا أكون، he is هو يكون، she is هي تكون، it is هو يكون. with plural nouns you are أنت تكون أو أنت تكوني أو أنتم تكونوا. we are نحن نكون. they are هم يكونوا. the boys are الأولاد يكونوا. ألا and منى are. welcome everyone today. will exploring the verb to be, one of the most important verbs in the English language. واحد من أهم الأفعال الموجودة في اللغة الإنجليزية. it's so common ومشهور جدا. we often take it for granted, but this little verb has a big job. It helps us to talk about existence. بيخلينا نتكلم عن الوجود، state الحالة بتاعتك، and identity والهوية. عكس طبعا verb to do اللي هو بيدل على الأكشن، فعل. By the end of this presentation, you will be a master of the verb to be. The verb to be is a special verb used to link subjects to descriptions. بيعمل ربط بين الضمائر الفاعل subjects اللي هي I you he she it you أو أي اسم مفرد أو جمع زي ما لسه قايلين to description الوصف بتاعه. It doesn't show an action. ما بيوضحش الفعل، وبيوضح الحالة زي ما لسه قايلين. but rather a state or being existence. عندنا هنا مثلا نكمل بقية قراية السلايد يا جماعة عشان مش شايف جديد أوي. طيب هنا how many faces الأوجه الأشكال بتاعة الفيرب تو بي زي ما حضراتكم شايفين لسه شارحينها. عندنا هنا في الفيرب تو بي في البوزيتيف ستيتمنتس الجمل الخبرية طبعا بيبقى في الآخر فول ستوب. she is I am we are the cat is. طيب لما نيجي بقى نجيبها في النيجاتيف النفي بعد am احط not I am not لا انا لا اكون tall طويل. she is not here هي مش هنا. we are not ready احنا مش جاهزين. the book is not interesting الكتاب ليس شيقا وهكذا. طيب احنا هنا في حاجة نسينا نقولها اللي هي verb to be with questions بنستخدمه في الأسئلة. إن شاء الله نشرحها المرة الجاية. دي بقى جيمز على البرنامج الوورد وول، ممكن نحط لكم الرابط بتاعتها إن شاء الله في أسفل الفيديو. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا الفيديو، إعجاب بالفيديو، مشاركة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.